تعالَ كده أسمّعك الفيديو ده عشان ما تسيبش صلاتك تاني. ترك الصلاة كبيرة من الكبائر. ترك الصلاة في الإسلام أشد من شرب الخمر والزنا وأكل الربا وقتل النفس مجتمعين. يا أشد من كل الكلام ده ترك الصلاة. لا يتخيل أبدا إنسان مسلم حقيقي وما يصليش لله عز وجل. إزاي يكون مسلم ومؤمن بالله عز وجل إن كل شيء بإيده وكل شيء في يده، نعيمي وشقائي في الدنيا وفي الآخرة في إيده سبحانه وتعالى، وأقطع صلتي بيه؟ إزاي يعني؟ وأمرت إيه؟ اكيد انا مش مؤمن، مش مقتنع بالفكره. لكن اللي مقتنع ومؤمن بالفكره فعلا عارف ان كل شيء في حياتك متوقف على الله عز وجل. النعيم كله من عنده، والعياذ بالله العذاب عنده، وكل شيء في ايده. ان توفيقك في الدنيا وعدم توفيقك في ايده سبحانه وتعالى، رزقك في ايده، سعادتك في ايده، كل شيء في ايده. ازاي تبقى تعلم الكلام ده يقينا ومع ذلك ما تقطع علاقتك بيه، ما تصللوش سبحانه وتعالى يعني؟ فالكلام ده ما ينفعش. في اعمال كتير جدا فعلها كفر، لكن عمل تركه كفر. مفيش حاجه في الدنيا الا الصلاه فقط، اللي يتركها يبقى كافر. كويس. وكان باجماع الصحابه ان ترك الصلاه ما يتخيلوش اصلا ان في مسلم ما بيصليش. ما كانش حد يتخيل الكلام ده في العصور يعني المتاخره بقى. طلع لنا كافر كفر اكبر وكفر اصغر، وده تفاصيل ومساجد. لكن العصور قريبه جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم واللي بعده والتابعين وغيرهم كان ترك الصلاه كافر والموضوع منتهي. يعني ترك الصلاه اللي عندهم يعني ده الكافر ده لا يغسل لو مات، ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، وحرام تقول رب اغفر له رب ارحمه، حرام تستغفر له لانه كافر. فاهمني؟ ولا يرث ولا يورث. مصيبته كبيره جدا جدا جدا. كلنا مستسهلين الموضوع لان ما نعلمش المعلومات دي. لكن لو كل واحد عارف ان ترك الصلاه كافر، لو مات لا حرام انك تصلي عليه، وحرام انك تقدمه للمسلمين تقول لهم صلوا عليه كده بتغشهم، لا يجوز. وحرام تدفنهم في قبر المسلمين لان هيتعذب عذاب شديد جدا في القبر، واللي حواليه كلهم مسلمين مدفونين. ما ينفعش تدفن مسلم في وسط في كفار، ولا كافر في وسط مسلمين، ما ينفعش. ده شهر رمضان يعني أحسن فرصة للتوبة.